بيبدأ فيلمنا مع مجموعة من البلطجية وبنعرف إن اسمهم نادي النسر السماوي، وبنعرف إنهم هينفذوا مهمة، وبينصح كل اللي قاعدين يمشوا لو مش عايزين يموتوا. وبعد كده بنشوفه وهو داخل على البنت اللي شغالة في المطعم وبيحذرها تدفع الضرايب اللي عليها، وهي اللي مش هتطلع من المكان ده لو هي ميتة أو المحل يتقفل للأبد. وبنعرف إن عدى شهرين وهي لسه ما دفعتش الإيجار، ولسه هيعورها باللي في إيده. بتنجح إنها توقعه وتضربه واحدة بوم طخ. ولما بقية العصابة بيهجموا عليها طبعا بتبقى اقوى منهم بكتير وبتفضل تضربهم، بس لما صاحب المحل بيشوفها كده بيهددها انها لو عملت كده تاني هتبقى نهايتها على ايده، وبيقول لها انها اكيد ما تعرفش مين هو اخوه، وبيعرفها ان اخوه ده يبقى زعيم اكبر منظمة في العالم وهي نادي النسر السماوي واسمه جون. بس طبعا بيبان من كلامه انه بيكذب عشان جون بيبقى اخو البنت اصلا، وبيبقى قاعد معاهم وسمع كل حاجة. وفي اثناء ما كان لسه هيطلق طلقة من المسدس بتاعه على اخت جون، اخيرا بيوصل جون في الوقت المناسب وبينجح انه يتصدى الرصاصة ويحطها في الكوباية. وطبعا صاحب المحل بيبقى مصدوم من اللي شايفه بعينيه، فبيقرر انه يطلق كذا طلقة في بعض، بس برضه بينجح جون انه يمسكها بايده بكل سهولة. فبيلاقي ان كده خلاص هيروح فيها، فبيزعق للعصابة وبيأمر على طول انهم يخلصوا عليه، فبيطلق كل واحد فيهم طلقة من مسدسه. بس طبعا ابننا جون بينجح انه يتصدى الرصاصات دي عن طريق الفوطة اللي عليه وبيفضل يحركها. ومش كده وبس، لا، كل الرصاصات دي بترجع عليهم تاني وبتخلص عليهم في لحظة. وطبعا صاحب المحل بيقع من الصدمة، فبتعرفوا اخت جون انه مادام اخوه يبقى زعيم النسر امال اخوها هيبقى ايه. فبيعرفوا واحد من العصابة اللي لسه ما ماتوش انه لسه فاكر دلوقتي اللي يقدر يتصدى لكل الرصاصات بايده بس يبقى زعيم نادي السر السماوي بس. وطبعا اول ما بيسمع صاحب المحل الكلام ده بيتصدم لما بيعرف انه يبقى جون الزعيم، فبيقوم على طول يعتذر له وبيعرفه انه بس كان محتاج فلوس عشان يعالج مامته اللي تعبانة، وانه حاول بكل الطرق يجيب فلوس ما قدرش. فبيسكته جون وبيديله الفلوس وبيقول له يروح يعالج مامته، اياه يفكر بس يجي هنا تاني بدل ما يعور وشه. بيشكره الراجل وبيمشي على طول. وبعد كده بنشوف اخت جون وهي بتعرفه ان باين كده ان نائب الزعيم بيدير نادي النسر بشكل وحش جدا. وبعد كده بنشوف واحده شكلها كده معجبه بجون وبتفضل تتكلم عن نادي النسر وانه قد ايه ليه نفوذ عاليه. بس فجاه بتيجي لجون مكالمه من راجل عجوز وبيوصي انه يتجوز بنته عشان شكله كده هيموت قريب. وطبعا جون بيوافق عشان هو طيب وعلى الله. وعلى الناحيه التانيه بنشوف شياو نينج العروسه وهي مستنيه جون، وبتعرف جدها ان بقالها 3 ساعات مستنياه من الشخص المهم قوي ده. فبيعرفها جدها عن عيله جيانج وانها كانت اكبر عيله في البلد، بس للاسف الفتره دي هي بتعيش فتره وحشه من حياتها. وبيعرفها انه ما ينفعش يبقى موجوده وما يعملش ليهم حاجه. وفي اثناء ما هم بيتكلموا بيوصل جيانج وبيقول اخو شياو نينج بين المقرف اللي عايزين يجوزوا اختي ده. وبنرجع بقى فلاش باك من الماضي وبنعرف انه الجد ده كان زمان ساعد جون وانقذ حياته. وبنرجع عند الجد وبنشوفه هو عمال يتحايل على جون انه يتجوز حفيدته عشان يساعد عيله جيانج انها ما تنهارش. وطبعا جون بيوافق وبيعرفه انه هيساعده لحد الاخر. وبعد كده بنشوف جون وهو بيسال اخته عن ترتيبات الخطوبه، فبتعرفه ان كل حاجه خلاص بقت جاهزه وان حتى القاعه جاهزه. وكمان بنعرف ان اكبر القاده في العالم هيحضروا الفرح ده عشان عيله جيانج ترجع زي الاول. فبيوصيها جون انها تجهز الخاتم اللي هتتجوز بيه شياو نينج وتخلي بالها انه يتعامل احسن حاجه. فبتعرفه اخته انه ما يقلقش وهي كلفت نائب الرئيس انه يعمل الخاتم. وعلى الناحيه التانيه بنشوف شياو واخو شياو ومامتها، وبنشوفهم وهم بيتكلموا على انهم رافضين الجوازه دي وانها المفروض ما تمشيش. بس طبعا مامتها الحرباء بتعرفهم ان الجد ده لسه ما ماتش، يعني لسه قدامها فرصه علشان ابنها ياخد الورث. وبتروح عند شياو وبتعرفها ان نائب الرئيس النسر وي تشين دونج في مشاعر ليه من ناحيتها، وبتقول لها انها لازم تتجوز وتعمل اي حاجه حتى تتشالب قدامه. وبتعرفها انها لو فعلا اتجوزت جون كده مستقبلها خلاص هيضيع. وبعد فتره بنشوف جون وهو بيتاكد على التجهيزات وبيكلم وي تشين دونج وبيهزقه على اضافته لنادي النسر اللي زي الزفت دي، فبيعتذر له وبيقفل المكالمه. بس فجاه بتوصل شياو وبتسال دونج هل لسه هو عايز يتجوزها، وطبعا هو ما بيصدق الفرصه دي وبيوافق على طول. وبتعرفه ان في راجل متسول جه يتقدم لها وانه عدت 30 سنه وكده هيدمر عيلتها. فبيهديها دونج وبيعرفها انه هيحل المشكله دي، وبيعرفها ان بكره هيبقى الموضوع خلص. وبعد وقت بنشوف جون وهو رايح عند العروسه في القاعه، فبتحذره شياو ان لو ما وقعش على ورق فسخ الخطوبه نهايته هتبقى النهارده وان دي فرصته الاخيره. فبيسالها جون ايه اللي حصل لده كله، فبتعرفه انها في قلبها حد بتحبه، وبتعرفه كمان انه صعب جدا يواجهه فاحسن ليه انه يوقع ويمشي بدل ما يموت. بس طبعا جون ما بيهتمش بالهري اللي بتقوله ده، وبيعرفها انا وعدت جدك وده كلام رجاله. بس في نص كلامهم بتوصل ام شياو وبتهزقه وبتعرفه انه بيعمل ده كله عشان بس الفلوس، وبتعرفه انه مجرد ما هيوصل
بيوصل دونج مش هيقدر ياخد اي حاجه من عيلتهم. وبعد كده بنشوف اخت جون وهي بتعرفهم ان المهر اللي جايبينه استحاله حد يقدر يجيب زيه، وبتعرفهم كمان على الخاتم وانه من اندر انواع الخواتم في العالم. وفجاه بيطلع اخو شياو الخاتم من جيبه، بس الصدمه لما بنعرف ان الخاتم شكله مسروق من جون واتبدل بواحد اي كلام. فبتتضايق اخت جون جدا وبتقول انها استحاله تسيب دونج يعمل كده فيهم ويسكتوا. ولسه بتساله ان شياو عن المهر على طول بيوصل وبيدخلوا رجال الامن، وبنعرف ان المهر ده بقيمه 10 مليار دولار، وانه مقدم من اكبر شركه عالميه في التاريخ، وان المستشار بيهديه بتحفه فنيه نادره. بس طبعا شياو ما بيعجبهاش العجب وبتفضل تستهزأ بجون. ومش كده وبس، لا بتقرر انها تكسر التمثال النادر. فبتتعصب اخت جون، بس جون بينجح انه يهديها. ومش كده وبس، كمان بتقطع شياو ورق العقود بتاعه المهر، بتهزقه تاني وبتفضل تقل منه وبتقول له هل هو فاكر انه رئيس نادي النسر السماوي يعني. وطبعا ما بتبقاش عارفه انه هو، وبيقول لها لو انا الرئيس. فبتضحك على كلامه وبتعرف انه على قده خالص، وبتعرف ان رئيس النسر دلوقتي قاعد في جزيره بره البلد. وبيظهر اخو شياو وبيهدد جون انه يوقع على عقد فسخ الخطوبه، ولسه هيضربه بالقلم. بينجح جون انه يتصدى الضربه دي، وفجاه بيوصل صاحبها دونج المقرب المكان، وبيعرفهم ان دونج كلها 10 دقايق ويوصل المكان. فاحسن له يسيب ايد اخو شياو بدل ما يموت. واول ما بيسيب ايده بتبقى ازرقت من كتر ما ضغط عليها. فبيعرف صاحب دونج جون عن انجازات دونج وانه لو مسكه هيعجنه، واحسن له يمشي عشان ما يضيعش نفسه. وبعد كده بنشوف اخو شياو وهو ماسك كوبايه العصير وكانت هيدلقها على جون، بس بتسبقه اخت جون وبتدلق عليه هو العصير. ولسه صاحب دونج هيهجم عليها، بس هي بتبقى قويه وبتطيره وبتديله واحده يمين وشمال، وبتعرفه انها هتندمه علشان امر جون يركع له هو. وبتكمل ضرب فيها وبتوقعه كمان على الارض، وبتديله قلمين على وشه عشان يفوق من اللي هو فيه. وكمان مش بتكتفي بالقلمين دول، بتديله غيرهم 5 غيرهم كمان. وبتعرف كل الموجودين ان اخوها جون هو السبب ان دونج يبقى حد كبير بالنسبه ليهم، وبتحذرهم ان لو حد فكر بس ان يقول كلمه وحشه فبيؤمر صاحب دونج رجالته انهم يخلصوا عليها. بس طبعا هي بتبقى اقوى منهم بكتير وبتكسر دماغ كل واحد فيهم. فبيقرر صاحب دونج انه يروح لدونج عشان يعرفه كل اللي حصل. وبنشوف اخو شياو وهو بيكلم دونج، وبيعرفوا انه جون ده عنده اخت كسرت لرجالته وشوشهم كلهم. فبيعرفوا دونج انه في الطريق وهيجي يخلص على اخته قدام عينه. ولما بيوصل دونج بيروح بسرعه عند اخت جون، بس هي بتنجح انها تتصدى كل ضرباته، وهو بيبقى بالنسبه ليها لسه مبتدئ، بس هو بيبان انه اقوى منها للاسف وبيطيرها بعيد. وبيبقى جون خايف عليها جدا وبيقرر انه يندمه على اللي عمله مع اخته، وبينجح انه يتصدى ضربته. فبيستغرب جدا انه قدر انه يتصدى لكمته من غير ما يستخدم الجسد الذهبي. وفجاه بيمسك الراجل اللي تبع دونج آلة حاده وبيمسك اخت جون علشان يهدده بيها. فبيقول له اخو شياو ان لو ما وقعش على ورق فسخ الخطوبه هيخلص على اخته. وطبعا جون بيبقى ماسك نفسه بالعافيه عشان خايف على اخته. وبعد كده فجاه بتروح شياو ناحيته وبتعرفه انه احسن له يوقع عشان نخلص من الموضوع ده، وهو علشان عايز اخته تعيش بيضطر انه يوقع. وبنشوف اخو شياو وهو بيقول ان دونج كلها ثواني ويوصل، وبنعرف ان اللي كان موجود ده راجل تبع دونج مش دونج. فبيؤمر جون اخو شياو انه يطلق سراح فيفي اخته، بس هو ما بيوافقش. فبتنصحه فيفي انها ما تهتمش باللي بيقوله وانها عادة تموت. فبيعرفها جون انه عمل كل ده علشانها واستحاله يسيبها تضيع من ايده. وفجأة بتتهور فيفي وبتعرفه انه دايما بيضحي علشانها، وجه دورها المره دي عشان هي اللي تضحي. وفجأة بتطلع قوتها جوه نفسها، وفي نفس الوقت ده بيوصل دونج وبيبقى مش عارف مين اللي واقف. واول ما بيشوف جون بيتصدم وبيركع على رجله، وطبعا كل اللي موجودين مصدومين. فبيأمر اخو شياو يهجموا عليه، بس طبعا جون بينجح انه يقضي عليهم كلهم. بس فجأة بيوصل الراجل اللي تبع دونج وبيقرر يعمل حركة علشان تقضي على جون، بس بينجح جون انه يتصدى الضربة. وبيبقى الراجل مصدوم ازاي عارف الحركة دي. وفجأة بيعمل جون حركة بيتكسر فيها ضلوع الراجل، فبيضطر انه يمشي ويختفي. فبيقرر جون انه يخلص على دونج، بس هو عشان مش راجل بيستخدم شياو كدرع حماية. وعلى الناحية التانية بنشوف اخو شياو وصاحب دونج وهم عمالين يهروا كتير، فبيضربهم دونج بالقلم علشان يسكتوا. وفجأة بيسأل اخو شياو مين الراجل اللي خايف منه ده، فبيعرفهم دونج انه يبقى جون رئيس النسر السماوي. وطبعا الكل بيبقى مصدوم وبيفضلوا يتأسفوا ليه. وبنشوف الراجل الساحر وهو واقف مستخبي وراهم، وبيبقى سامع كل حاجة وبيمشي عشان يروح يبلغ أستاذه. وبنشوف جون وهو بيهزقهم على اللي عملوه، وإن نادي النسر مش معمول عشان يستقوى على الضعيف. وفجأة بيروح دونج ناحية رجله، ولما بيبص على إيده ما بيلاقيش خاتم النسر، بيقول إنه أصلا مش الرئيس. وبنرجع لفلاش باك وبنشوف دونج وهو في العربية مع أبوه، وبنشوف نفس المشهد اللي شفناه في بداية الفيلم. وبيعرف إنه أقوى واحد وما ينفعش حد يقتله، وبيقول على سر قوته، ومادام شايف الخاتم في إيده يبقى هو الزعيم. وأول ما الكل بيعرفوا إنه مش جون بيفضلوا
بيفضلوا يهزقوه تاني ويقلوا منه. فبيقرر دونج انه يتصل بيه، بس بيسبقه جون وبيطلب منه يقابله كمان نص ساعة في ولاية النهر، وفعلا بيرد عليه وبيقول له حاضر. بس بيبان على ابو دونج انه تعبان جدا وشكله كده بيودع. وعلى الناحية دي بنشوف دونج وهو مصمم ان دونج مش الرئيس، بس بتنصحه شياو انه بلاش وانها خلته يوقع على ورق فسخ الجوازة. بس فجأة بيضربها دونج على وشها وبيعرفها انه اصلا مش طايقها، فبتنصح امها انها تتجوز دونج احسن عشان ينقذ عيلتها. وفجأة بيأمر دونج جون انه يركع له ويعتذر ليه، بس طبعا ما بيعملش كده جون. بس بنشوف دونج وهو بيحط قنبلة وبيلفها على شياو وبيهدده انه لو ما ركعلوش واعتذر ليه هيخلص عليها. وفجأة وسط كلامهم ده بيوصل ابو شياو للمكان وبيهزقه على الهبل اللي بيعمله وانه ازاي اتجرأ وعمل كده. وبعد كده بنشوف حارس ابو شياو وهو بيعرف دونج انه خالف القوانين وخطف شياو وكمان معاه قنبلة متفجرة، وبيأمر يشيل القنبلة حالا من على شياو. وبعد كده بيهدد دونج القائد ديانج وبيفكره انه ما كانش شايف شغل طول الاسبوع اللي فات، فبيضطر القائد انه يخلي ابو شياو يرجع ورا عشان ما يشوفش بنته بتروح قدامه. فبيقترح جون على دونج ايه المطلوب عشان يتخلى عن كل ده وهو هينفذ. فبيعرفوا دونج ان مفيش الكلام ده وهو قدامه خيارين، يا اما يختار السلك الاحمر او الاصفر، يا اما شياو تموت او تعيش. ولما بيمسك جون القنبله عشان يختار بيقرر انه يختار الاصفر، والكل طبعا بيبقى متوتر، بس بيتضح انه يختار اللي مش هتموت شيا. ولما بينقذها جون بتبقى فرحانه جدا ومش مصدقه نفسها لدرجه انها بتحضنه. بس فجاه بنتصدم لما بنلاقي العد التنازلي بتاع الصاروخ رجع تاني من الاول، وبنعرف ان الجهاز الحقيقي كان مع دونج. وعلى الناحيه بنشوف ام دونج وهي شكلها مظبطه كل حاجه على حساب خطه رئيس النسر، وفعلا بتوصل في الوقت المناسب قبل ما كانت شياو خلاص هتموت، وبتضرب دونج بالقلم وكل الرجاله اللي واقفين، وبتنجح انها توقف المؤقت، وبتعرفهم ان اللي واقف واللي عمالين يهينوا فيه من الصبح ده يبقى رئيس النسر السماوي. بس هي كمان بترجع فلاش باك لما ابو دونج عرفها ايه اللي المفروض تعمله، وانها اول ما تشوف الخاتم في ايده تتاكد انه يبقى الرئيس. بس لما بتبص على ايده ما بتشوفش حاجه وبتتصدم، فبتعرفوا انه مش الرئيس وانه خدع كل اللي موجودين هنا وبوظ الفرح على الفاضي. وبيبدا بقى كل اللي موجودين يلبسوا التهم في بعض شبه العيال الصغيره. وفجاه جد الشاو بيتعب جامد وبيبقى جات له نوبه التعب اللي دايما بتجيله، فبتقرر ام دونج انها تمشيه عشان يروح المستشفى وتمشي كل اللي مالهمش لازمه من المكان. وبتأمر شياو كمان انها تتجوز دونج غصب عنها النهارده ودلوقتي، وبتأمر القائد انه يمشي الجد مع ان شياو بتبقى خايفه عليه معاهم. وبتعرف جون انه مستقبله كله هيتدمر عشان الهبل اللي بيعمله ده. وبنشوفه بقى في السجن وهو منور كده، وبتأمر القائد انه يلقي القبض عليه علشان هو السبب في كل الدوشه اللي حصلت دي والبهدله. انا لحد دلوقتي في سؤال في دماغي، ازاي طول الفيلم ما فكرش انه يستخدم قوته؟ اللي عارف يكتب في الكومنتات. فبتأمر القائد يعتقله، بس شياو بتبقى رافضه وبتعرفهم انه ما عملش حاجه غلط عشان يتسجن. وعلى الناحيه التانيه بنشوف ابو دونج بعد ما طلع من العمليات، ومع انه بيبقى تعبان جدا بعد العمليه والمفروض يستريح، بس بيصمم انه يروح لجون وينفذ اوامره ويروح لفرح جون وشياو. وعلى الناحيه التانيه وفي وسط ما كانت ام دونج وهي عماله تتهم جون بتهم هو ما عملهاش اصلا، وبتفضح اعمال دونج وانه كان سبب في ان بنت تخلص على نفسها. وعشان القائد يداري على الفضيحه دي بيعرفها انها ما ينفعش تتهمه بالكلام ده من غير دليل، وكده هتبقى سبب ان الشائعات تنتشر. فبتساله امه هل الكلام اللي شياو بتقوله ده صح، بس هو طبعا بينكر. وبيبقى برضه اخو شياو خايف على نفسه عشان لو بس بدأوا التحقيق هو كمان هيروح في داهيه. وعشان يحمي نفسه من المصايب اللهبل بيقرر انه يلبس كل اللي بيحصل ده، وان جون واخته حاولوا انهم يخلصوا عليه. وكمان ام شياو بتسخن ام دونج اكتر وبتعرفها على موضوع التمثال ده، فبتأمر القائد انه يقبض عليه على طول. فبتتعصب شياو على التهم اللي عمالين يتهموه فيها دي، وبتقول لحد هنا وكفايه. وفجاه بيهدد جون دونج انه نهايته هتبقى على ايده النهارده. فبيفكروا دونج ان السيد جانج هو في المستشفى وخلاص ممكن يموت في اي لحظه. وبيأمر القائد انه يأيده بالاقياد المخصصه للمجرمين من الدرجه الاولى عشان ما يفكرش يهرب منهم وعشان ما يحصلش مشكله تانية. ولما جون بيتأيد بيعرف جون دونج انه لو فكر بس انه يفكها التيار الكهرباء هيكهربه على طول. فبيقول لجون انه لما خلص على اخوه نادي النسر كان نفس الشر ده اكيد. فبيعرفوا انهم كانوا عاملين نفسهم اخوات وهم اصلا مش كده، وانهم كانوا طول الوقت بيهينوا وبيحتقروا وكانوا لازم يعمل كده فيهم. وطبعا بقى عزيزي هو كده بيبقى لفق تهمه محترمه على نفسه، ومش بيسكت بكده وبس، لا بيفضح نفسه وبيفضل يشرح ازاي خلص عليهم وانه فضل يعذبهم. والكل بيبقى سامع الكلام ده وبيبقوا مصدومين من اللي سامعينه، وبيقترح عليه لو احتاج طريقه مخصصه ليه عشان يموت بيها يجيله. ولما بيقول لجون ليه ما فكرش في احساس الناس اللي خلص عليهم دول بيتريق عليه دونج
دونج. فبيتعصب جون وبيقوله انك بتخطف البنات وبتقتل الناس وانا اللي وحش، فبيقرر يكسر السياج. فبيهدده دونج انه خالف القوانين واكيد هيتسجن، بس جون بيقول له اسجنني لو عرفته، وبيفضل يضرب فيه بالبوكسات واحده ورا الثانيه ورا الثالثه وبيكسر له كمان رجله. ولسه ام دونج بتهدد جون لو ما سابش ابنها هتؤمر انهم يشيلوا الاكسجين من الجد، بس فجاه بيجي جرس الامن وبيعرفهم ان الجد خلاص مات، وبيعرفوا انهم حاولوا يعملوا ليه انعاش بس ما عرفوش، يلا ربنا يرحمه. بس جون بيكمل ضرب فيه وبيعور له عينه زي ما كان عامل في الابرياء. فبتقترح عليه ام دونج انه يبطل اللي بيعملوه ده، وهي هتضمن ليه مكانه كويسه في نادي النسر. فبينصح جون دونج انه احسن ليه دلوقتي انه يكفر عن ذنوبه ويخلص على نفسه احسن له. ولسه جون بيقول له مش عايزك تموتني، عايز اعيش. بس فجاه بيجيب جهاز التحكم من على الارض وخلاص كان هيخلص على شياو. بس فجاه بيوصل ابو دونج بالسلامه وبيفضل يزعق فيهم كلهم ويضرب كل واحد فيهم برجله قد كده، وبيهزهم على الهبل اللي بيعملوا ده، وانهم ما يعرفوش مين اللي واقف قدامهم ده يبقى رئيس النسر السماوي. بس لما بيقول كده كل اللي موجودين مش بيصدقوا اصلا، وبيبقوا فاكرين انه بيخرف من البنج او العمليه او خلت في دماغه حاجه بايظه. فبيعرفهم انه جايبهم هنا عشان يستقبلوا جون مش يبهدلوه البهدله دي. وبنشوف ام دونج وهي بتعالج له عينه وبتحط له لزق عليها. وبعد كده بيفضل دونج يتهم جون في كل حاجه قدام ابوه، بتتدخل كمان امه زي البوتاجاز. ولما ابو دونج بيعرف اللي هم بيعملوه قلبه بيفضل يوجعه وبيبقى تعبان. بيحذر دونج جون انه لو حصل اي حاجه وحشه لابوه يومه هيبقى اسود على دماغه، ومش هيسكت غير لما يخلص عليه بنفسه. واول لما بيقول بيضربوا ابوه على الهبل اللي بيقوله ده، ولما مراته بتلومه على الهبل اللي بيعمله بيضربها هي كمان بالقلم. فبيعرفها انها مش مدركه ان كلمه واحده منه ممكن تخفي وتدمر عيلتهم في لحظه واحده. وكمان بيهزقهم ابوهم على تبويض سمعه عيلتهم لما بيعرفوا جون على المصايب اللي كانوا بيعملوها في ظهره. فبيهزقهم على الرشاوي والاشاعات وقتل الابرياء، بيديهم درس محترم من الاخر يعني. وبيعرفوا ان اي حد يخالف القوانين حتى لو من اهله وابنه هيخلوهم يدفعوا الثمن ويتحاكموا زي اي حد. فبيسالوا ابنه انت ليه يابا متضايق قوي كده وعمال تلطش فينا؟ فبيعرفوا ان اللي واقف ده زعيم النسر السماوي، وهو بيضربه تاني بالاقلام. ولما دونج بيعرفوا انه مش في ايده الخاتم بيقول لابوه انه كان لازم يستناه لما يجي ويفهم منه. اما ايه الهبل اللي عمله ده؟ وام شياو كل اللي هاممها من الموضوع ده ازاي تسيب زعيم النسر جون واختار دونج. فبيعرف ابو دونج مراته ان تربيتها ما عملتش حاجه وهو هيربيه ويخليه يعتذر لجون ويحبسه جوه اوضته. فبيعتذر له دونج عشان لو كان يعرف ان ده جون ما كانش حتى فكر انه يعمل كده، وبيقول له يروح يعتذر لجون. وفعلا بيروح يركع عند رجل جون وبيطلب منه انه يسامحه، وبيفضل يقول له مش يقتله، لحد ما فجاه بيطلع من جيبه سلاح حد عشان يهجم على جون. بس جون بيقدر يتفادى الضربه، ولما ابوه بيشتمه بيبعد ايده وبيقول له يخليه في حاله هو بس، ابن عاق بقى. فبيستغل دونج الفرصه وبيعرف جون بالحقيقه، وانه طول حياته كان عايز يبقى مكانه في المنصب، واتمنى لو كان يبقى رئيس النسر لو ليوم واحد. فبيقول له جون عشان طموحه الهبله دي عنده الجرأه انه يخون صحابه وعيلته ويعصى اوامر ابوه مره واحده. وبيعرفوا ان تشين شاو اللي بيعتبره القائد بتاعه بالنسبه لي كلب كده بس. فبيقترح عليه يوريه صبره بقى قد ايه. فبيمسك جهاز الانفجار وفعلا بيشغل المؤقت، وشكل طول الفيلم بيشتغل المؤقت بس. وبيهدد دونج جون انه يسلم الخاتم بدل ما يخلص عليه وعلى شياو. فبيحذروا جون انه لو عمل اي حاجه في جون هيخلص عليه، وبيقترح عليه يلعبوا دور استغفر الله يعني مراهنه. وفعلا بيوافق دونج عشان عارف نفسه انه مفيش منه اتنين، واللي بيفوز في الرهان بياخد الصندوق اللي بيبقى فيه جهاز التحكم والخاتم. وفعلا بيلعبوا مع بعض وبيتصدم دونج لما بيشوف ان جون كسب، وبيبقى دونج رافض يديله الصندوق، بس بيهدده جون وبيمسك رقبته انه هيخلص عليه، وانه في مقابل انه مش هيخلص عليه يديه الخاتم وجهاز التحكم. وبينصحوا كل الموجودين انه احسن ليه ما يدبسش نفسه في جريمه قتل. وفجاه على الناحيه التانيه بيوصل تشين اللي دونج بيحبه قوي. في الاول بيبقى مع دونج وبيدافع عنه، بس بعد كده بيبقى مع جون. وعلى الجانب التاني بنشوف نفس البنت اللي في اول الفيلم وهي بتعرف مامتها انها لقت صحاب السلطه اللي كانت بتدور عليهم. فبتأمرها امها تجهز العربيه علشان تروح لهم. وبنشوف جون وهو بيعرف شين انه المفروض يشكره عشان ساعده انه يقبض على مجرم وانه عمل مصايب كتيره. فبيأمروا الحارس انه يطلق سراحه وان ده قانون. فبيعرفوا جون انه هنا واجبه انه يجيب حق الناس الغلبانه والناس اللي كان السبب في انهم يموتوا، وعشان يخلوه يسيب دونج فبيقولوا ليه ايه ذنب شياو طيب. فبتعرفهم شياو انها النهارده اتاكدت اختيارات جدها وانه دايما كان عاوز لها الاحسن، وبتقرر تقطع ورقه فسخ الجوازه. وبتعرفهم ان العيله اللي هي فيها دي كلها مجرمين وهيحسن لها تروح مع جون. وفي الاخر بينجح جون انه يوقعها في بعض، وفي الاخر بيأمروا انهم يقبضوا على دونج. وبيبقى دونج مش مصدق ان دي خلاص نهايته. فبيلجأ تشان انه يقول كلام حلو لجون زي انه هيحقق العداله وهيسجن كل اللي موجودين. فبيسالوا جون وازاي هيصدقوه. فبيأمر الحارس انه يكتب اسم دونج من الاسماء المطلوبه عالميا. فبيوافق جون على شروطها الصفقه، وبيبقى لسه طلب اخير وهو انه زي ما اخته ماتت عايزه
جايز وهو يموت بنفس الطريقة. وفعلا بيستلم جون الخاتم وجهاز التحكم وبيطلق جون سراحه. وفجأة تشاو الخاين بيغير اسم المطلوبين لجون وبيعك الدنيا وبيفضلوا يضحكوا على كلامه. بس بيبقى جون واثق من نفسه وبيعرفهم انه فتح لايف وكل الناس شافوا المهزلة اللي بيقولها. وبنروح عند الست العجوزة وهي جالها مكالمة من تشاو وهو بيطلب منها انها تساعده وانها تقفل البث عشان في واحد مجنون معاهم. فبتطمنه وبتعرفه ان كل حاجة هتتحل. وفجأة بنشوفهم وهم مطلعين قنبلة يدوية، فتروح شياو ناحيته وبتطلب منه يهرب وهي تتحمل كل حاجة عشان هي السبب في كل ده. بس بيرجع جون لذاكرته لما كان صغير وهو مع المدرب بتاعه وهو بيديله طاقة الرئيس نسر السماوي، وبيفضل يعلمه اهم الحركات اللي هتنقذه في وقت من الاوقات وانه ينتقم من المنظمة اللي سرقت اسراره. وبنرجع تاني للواقع وبتبقى وصلت ام تشاو وبتفضل تهزقهم على الهبل اللي عملوه ده، وفجأة بتحس حاجة في قلبها ناحيته. وبنفهم بقى انها انقذت ابنها ايام الحرب وبنتها واضطرت انها تسيبه علشان تنقذه. وبنفهم بقى يا عزيزي ان دي تبقى ام جون، ايوه زي ما بقولك كده. وبتوري شياو الدليل وانها لما سابت ابنها سابت معاه الخاتم ده في صبعه وفضلنا محتفظه بالخاتم بتاعها علشان لما ترجع وتلاقي ابنها. وبنشوف جون وهو بيرجع بيه ذكرياته وافتكر ان هي سابته عشان هي رئيسة قصر التنين وواجب عليها انها تروح لساحة المعركة في اسرع وقت. وطبعا الكل بيتصدم من الكلام ده وبيفضلوا يركعوا لحد ما بيوصل الساحر ده وبيعرف جون ان هو الامبراطور الشرير وممكن يخلص عليه في اي وقت. وبيدخل هو وجون في معركة قوية جدا وبتقرر البنت انها تساعده بس هي بتبقى مش اقوى منه. فبينجح جون انه يفتكر حيلة كان معلمها ليه جده المدرب وفعلا بيستخدمها وبينجح انه يهزمه. ولما بيهزمه بتأمرهم ام جون انهم يقبضوا على كل المجرمين دول والمتهمين واستجوابهم، وفعلا بينفذ الحرس طلبها. وبكده بتنتهي الشر في نادي النسر السماوي. وبعد فترة بنشوف نفس البنت الطيبة وهي رايحة لجون وبتهزر معاه، وبنعرف ان شياو بقت بتشتغل معاه في المطعم وبتجيب له البنت اخبار انهم نجحوا انهم اتحكم عليهم بالسجن المؤبد. اما دونج اخيرا اتحكم عليه بالاعدام وباقي واحد شاو مستغربه انه طلع. وبنعرف ان دي مهمة جون انه يحقق